عند مدرب زي كولر، مدرب مش مقتنع بيهم. ده انت لو دورت ورا الاهلي ممكن يعمل فرق تنافسكم ومش هتعرفوا تكسبوها برضك من اللعيبه اللي هو بيمشيها. الاهلي بيبني فرقته من الزمالك او من لعيبه الزمالك. انت اللعيب يا ابني بيجي عندك هديه، ما بتبقاش عارف مرتبه كام، لان انت ما تقدرش على مرتبات الناس دي. وانا بقول لك تاني، طول ما انت بالعقليه دي، انا بقول لك حاول تحافظ على الكام لاعب اللي عندك، سواء بقى بنتايج. لو ما عرفتش تشحت له المليون دولار هتلاقيه بقى قميص الاهلي قبل كاس العالم للانديه. وكذلك الامر بقى زيزو اللي ابوه مزهقكم في حياتكم. فانتوا كده كده مفيش منكم اي طفره لاي لاعب يلعب عندكم. كله عارف ان هنا هو الكلام كله النادي الاهلي العظيم، وليس لنا فروع اخرى. ما تقعدش تغني وترد على نفسك، ما تقعدش اما لعيب يجيب جون وانت تتحرق عشان مش عارف تكسب. بقالك 3 مطوشه دلوقتي 29 نقطه في المركز الثالث، وكده انت تنافس في اي دوره رمضانيه اقرب لك، لان الاهلي 36 وبيراميدز 36. وبيراميدز النهارده عنده ماتش مع الاتحاد، ان شاء الله بقى تعادل، ان شاء الله خسر، حتى لو كسب تاني يا بيراميدز احنا مش هنسيب لك الدوري بسهوله. انت في بطوله فيها النسر والمارد الاحمر، وانت ما تعرفش يعني ايه المارد الاحمر، بس انت شايفه من اول لما جيت من 7 سنين ومش عارف تاخد منه بطوله. والبطوله الصفيحه اللي خدتها كاس مصر او كاس عبور لاند بتاع الجبنه ما خدتوش الا في ظل غياب النادي الاهلي، عشان خاطر ما كانش فاضي يلعب او مش عايز يجهد نفسه. لكن انت ورينا هتاخد بطوله ازاي والاهلي موجود. وانا بقولها لك تاني، لو فضلت تكسبوا واحنا هنفضل نكسب ان شاء الله، وهناخد منكم الدوري في ماتشنا معاكم بيراميدز والاهلي. وافتكروا كلامي، وان شاء الله احنا بنقول لاي حد محروق من بن شرقي او امام، دول اللي هيجيبوا لنا الدوري ان شاء الله. وساعتها هنشكر الزمالك على مجهوداته العظيمه، وبنقول لكم اي لعيب عندكم مشاكل معاه تخلوه يطلع كوبري اكتوبر ينزل نزله الجزيره. تمام؟ خلاص انا عرفتكم العنوان. والنادي الاهلي مش محتاج حد يعرفه، غني عن التعريف. وتاني، اي لعيب الاهلي ما بيرنش عليه او بيفاوضه بيبقى بالنسبه له تاني محطه ايه الزمالك، زي محطه مترو بالظبط كده لما تيجي تغير من الخط التاني. بس الزمالك بالنسبه لاي لعيب محطه تانيه. عشان ايه؟ عشان كمان يتشاف. يعني عشان الاهلي مش شايفه قبل ما يروح الزمالك او منفض له وهيروح الزمالك مستواه يتحسن، الاهلي يشوفه. تقول لي اي لعيب بيروح الزمالك يضحك عليكم بكلمتين الزمالك نادي القرن او بطل افريقيا او الزمالك نادي عالمي والكلام الفاضي ده، وانتوا بتصدقوا عشان انتوا غلابه. لا، هو بيحلل العقد